ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال. ده فيديو جديد ده، يا رب يعجبكم. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم، موضوع مهم جدا. موضوع انت لازم تركز في الموضوع المهم اللي هنتكلم فيه ده. الموضوع ده هنتكلم يعني عن كذا موضوع او كذا فكره هنتكلم عليهم النهارده. هنتكلم النهارده عن الطيار. مش الطيار اللي بيطير، طيار الميه. بدايه كده احب اشكر رونالدو، احب اهني رونالدو، احب اهنيه على الفرح الوحيد اللي الولاد فيهم عرفوا ان هم يحضروا فرح ابوهم. هيكون الناس الوحيدين اللي حضروا فرح ابوهم وامهم. رونالدو بقى يكون جاي بقى في العربيه ومروح بقى، تلاقيه سايق العربيه كده ومعاه الزفه بتاعته ورا. يعني ولاد رونالدو دول هيكون ايه اكتر رجاله موجبين في يعني ولد خلف رجاله. رونالدو خلف رجاله. يعني تخيل انت كده تكون رايح الفرح وولادك هم اللي جايين يزفوه. بس في حاجه، في مشكله في الفرح ساعه ما بيعملوا كده. يعني هل هيشيلوه في الفرح ولا مش هيشيلوه؟ ودي مشكله كبيره لازم نتكلم فيها. بص يا معلم، دلوقتي لو ولاد رونالدو شالوه في الفرح، تمام، وهل بقى النقطه اللي محدش خد باله منها، رونالدو مخلف يجي 6 ولا 7، هل بعد الفرح هيخلف تاني؟ يعني دلوقتي بقى هتلاقي ابن رونالدو في الفرح جاي بقى عازم صحابه، بيقول له النهارده فرح امي. هنا هنسأل سؤال اهم اللي هو ايه؟ هو يا جدعان لو حد شاف الفرح يقول لي. انا يعني طبعا انا سمعت عن الفرح بس ما حضرتوش. يعني سمعت عن الفرح وكنت هشتري تيكت واروح الفرح. عارفين طبعا يعني الفلوس عندي مغرقه الدنيا، فانا كنت عايز اخد بقى ايه، كنت عايز اخد نفسي. كنا هنروح انا ونفسي، خدها معايا ونركب العربيه. بعيدا عن ده كله، فين فيديو الفرح؟ انا ما شفتوش. انا سمعت ان انتوا اتجوزتوا، فين الفرح؟ لا يا رونالدو، لا يا رونالدو، والله يا جدعان لو حد اتعزم، لو انت اتعزمت على الفرح بجد، يعني لو انت اتعزمت على الفرح قول لي في الكومنتات. انت كده يعني حاجه ايكونيك انك تحضر فرح كريستيانو رونالدو على جورجينا اللي مخلف منها 5. تمشي الجيم، روح الجيم، لازم تنزل الجيم. عارف ان انا ما بنزلش الجيم بس انت لازم تنزل. نتكلم هنا على الجزء الخاص بالابطال بتوع الجيم. عندنا في مصر البطل بيج رامي ده ان ربنا يخليه. طبعا لا ما اقدرش اقول عليه كلمه احسن يجي يضربني. هنتكلم بقى على الابطال التانيين بقى. روني كولمان، ليه بقى ما فكرتش روني كولمان ليه عنده عضلات كتير؟ العضلات اللي عند روني كولمان دي يعني كلها ميه. تخيل بقى، لك ان تتخيل العضلات اللي عند روني كولمان كلها ميه ليه؟ يعني روني كولمان عضلاته كلها ميه. روني كولمان. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وكومنت، وتقول لي في الكومنتات انك وصلت لاخر الفيديو. وعايزين الفيديو ده يجيب اقلها حاجه 200 لايك، اقلها حاجه 200 لايك. مش لو الفيديو ده ما زادش عن 200 لايك مش هعمل فيديوهات تاني. هعمل فيديوهات تاني بس عايزه يعدي 200 لايك.